السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف مرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، معكم أخوكم صنصبيح في درس جديد من دروس قناة سكيورجر. فالانتقال اليوم معنا تطبيق بيقوم بجمع المعلومات عن أو التجسس على المستخدمين الواتساب. لازم يكون معك أنت اسمه ورقمه مشان تقوم التجسس. طبعا هي التطبيق هحط لكم رابط تحميله أسفل الفيديو، وممكن تلاقيه في متجر بلاي. تمام، راح ندخل احنا بداية على التطبيق، لكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة. تمام، راح ندخل. موافق. طبعا هو التطبيق مجاني لأول 24 ساعة، وأنا راح أورجيك طريقة إنه تصير كل ما تنتهي ال 24 ساعة إنك تاخذ كمان. تمام، عندنا هون الاسم مثلا راح أحط إني أجمع معلومات عني، هي أسامة صبيح. طبعا تحطه بالإنجليزي بالعربي ما بيختلف. هنا أنت راح تختار الدولة، مثلا جوردن. راح تدور انت على اول حرفين، فعلى الاحرف هيها جابان، هي جوردان. بحط انا رقمي. تمام، وراح اكتب تم متابعة. تمام، راح ننتظر. طبعا التطبيق بقول لك انه هي في بتقدر تشترك شهر، راح انا اخرج منها ما بدي. فبدأت عملية جمع المعلومات. الان هو راح يقوم بعملية جمع المعلومات ويطلع النشاط تبعي. فبصير يطلع النشاط تبعي ويستخرج لك المعلومات. هون طبعا انا ما بستخدم الواتساب عشان يطلع لك معلومات عني، فيك انت تشوف ناس وتقدر انت تقارن النشاط بنشاط شخص اخر. تمام، الان مثلا انتهت الاول 24 ساعة وطلب انك تدفع. طبعا راح تتوجه انت على الضبط. بعد ما تتوجه على الضبط تروح على مدير التطبيقات. بعد ما تطلع تنزل تروح على التطبيق. طبعا هي التطبيق، وراح نكبس على مسح البيانات. موافق. تمام، الآن بعد ما قام مسح البيانات ندخل عليه وبرجع التطبيق زي ما كان بالأول. تمام، هاي كان شرح اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. طبعا كل 24 ساعة بصير تعمل هاي مشان ما تشتريه. يا ريت تكونوا استفدتوا من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.